أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: النادي الأهلي يلعب اليوم ضد غزل المحلة في الدوري العام. يلعب النادي الأهلي اليوم مباراة جديدة في الدوري ضد فريق غزل المحلة، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساء على استاد النادي الأهلي. مباراة اليوم على قناة اون تايم سبورت 1. خبرنا الثاني: تعرف على تشكيل النادي الأهلي المتوقع في مباراة غزل المحلة. تشكيل النادي الأهلي المتوقع في مباراة غزل المحلة: محمد الشناوي، محمد هاني، علي معلول، بدر بنون، أيمن أشرف، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، كهربا، محمد شريف، صلاح محسن. خبرنا الثالث: الصحفي الكبير محمد شبانة يكشف عن شرط العين الإماراتي لانتقال لاباكوجيو للنادي الأهلي. كشف الصحفي الكبير محمد شبانة بأن مسؤول العين الإماراتي اشترطوا الحصول على 6 مليون دولار للموافقة على بيع لاباكوجيو للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في ظل رغبة الإدارة الحمراء في التعاقد مع مهاجم سوبر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية. أكد شبانة على أن طلبات العين جاءت بعد رفض النادي الأهلي عقد صفقة تبادلية تنص على انتقال لاباكوجيو للأهلي مقابل عودة حسين الشحات للعين الإماراتي في ظل وجود رغبة قوية لإعادة اللاعب مجددا. وأكد شبانة على أن الطلبات المالية لنادي العين الإماراتي ستمنع انتقال لاباكوجيو للنادي الأهلي في شهر يناير القادم. خبرنا الرابع: محمد شبانة يكشف عن ابتعاد جاكسون موليكا عن النادي الأهلي. كشف الإعلامي الكبير محمد شبانة بأن موسيماني وضع شرط لابد من توفره في المهاجم الجديد الذي من المنتظر أن يتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، أن يمتلك هذا المهاجم ميزة اللعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح. وأكد شبانة على أن موسيماني طلب أيضا التعاقد مع مهاجم سوبر يمتلك معدل تهديفي عالي بشرط أن يكون يجيد أيضا اللعب في مركز الجناح، الذي يرى موسيماني بأنه لا يزال يعاني من أزمة فنية في الجناح منذ رحيل رمضان صبحي، وعلى الرغم من التعاقد مع طاهر محمد طاهر. أكد شبانة على أن الأهلي دخل في مفاوضات مع جاكسون موليكا، ولكن موليكا لا يجيد اللعب كجناح، الأمر الذي يضعه في آخر قائمة المرشحين لدعم هجوم النادي الأهلي في الفترة القادمة. خبرنا الخامس: تعرف على طاقم حكام مباراة الأهلي والمحلة. أعلن اتحاد الكورة عن تعيين الحكم طارق مجدي حكم ساحة لمباراة الأهلي وغزل المحلة، يعاونه كل من أحمد لطفي ومحمد عزازي، وحكم رابع محمد سيد بكر ومحمد الصباحي حكم فيديو، وحمادة الفلاوي مساعد حكم فيديو.